السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا بجميع المتتبعين. كنتمنى يوجدكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. فيديو جديد ونهار جديد وأكيد موضوع جديد. ما غاديش نقول جديد، ولكن موضوع اللي أثار الجدل بزاف وبزاف. موضوع بوكريشة ولبنى. كيف ما شفنا مجموعين، خرج بوكريشة كان في الأول تيقول الذهب والدار كيفاش علاش. راني هضرت في الفيديو اللي داز وقلت بأن كان تيتنظ وكان تيتفلى. ما جاتنيش للبال أبدا أبدا أنه يكون تيهضر بالمعقول. والله العظيم ما حسبني ما عدا كيتفلى وتيتنظ على القنوات اللي داروا هذا الموضوع. حتى تفاجأت بالفيديو اللي حط هو ولبنى وجلسها وقال لها غادي نهضروا بالمعقول. الذهب اللي مشى، انا تنظن ان الذهب كاين في الناظور عند الاخت ديالها. هذه هي اللي استنتجت من الاقوال ديال لبنى. قالت لك بانها عطاتها الايادي امنه. الايادي الامنه هي الاخت ديالها اللي كتخدم في رمليه في الناظور. هذا اللي استنتجت. قال لها الذهب غادي تجيبيه وغادي تلبسيه. قالت له لا، غادي نجيبه ولكن ملي نحس بالامان باش يكون في ايادي امنه. قال لها لا، ماشي هادشي اللي قلتي لي. علاش قلتي لي هضره ودابا قدام الكاميرا كتقولي هضره اخرى؟ انا بغيتك هاد الذهب تجيبيه وتلبسيه ونشوفوا عليك. بالله عليكم، واش كاينه شي مرة اليوم كتجيب تاخذ الذهب ديالها وتلبسو في الدار وتجلس به؟ انا اللي عرفني الله واللي عارفه ان جميع العيالات اللي كاينين ما كيلبسوش الذهب في الدار. تلبسوا خويط ديال دمليج، سنيسله، شي خويتمه، شي حاجه اللي خفيفه تنديروها يوميا في الدار. ولكن الذهب الا كان ثقيل بحال اللي عندها دمالج غلاض، بحال السناسل غلاض، بحال مضمه، بحال ما غاديش يمكن لها تلبسهم يوميا في الدار. غادي تحطهم في كوفر فور، وملي تكون شي مناسبه ولا شي حاجه عاد تيلبسهم الواحد وكيتزين بهم او كيخبع فيه الفلوس ديالو. عندي مال زائد ما باغياش نشري به عقار ولا ما باغياش هذا، غادي نشري به ذهب ونخليه الايام السوداء. كيف ما كنقولوا القرش الابيض كيصلح في اليوم الاسود. الواحد ملي كيوقف عليه داك الذهب تيجبرو، تيوقف عليه، تياخدو وتيبيعو وتيفك به الا كانت عنده شي وهله ولا شي حاجه. قال لها لا، انا هذاك الذهب ديالك ما غاديش نبيعو لك، وانتيا ما كتفكريش تبيعيه، ولكن انا بغيتو نشوفو. اش باغي تشوف في هاد الذهب؟ اذا انت ناوي على الغدر، باغي تبيع لها الذهب ديالها ولا؟ نعم الله، شنية هاد القضيه انك تلح عليها وقدام الناس باش تجيب الذهب وتلبسو؟ ثانيا دويتي لها على الدار. عاش الدار تشرات قبل ب3 ايام من الخروج ديالي وعلاش فسرات له وقالت له راه الدار كنت نجري باش ناخذ الدار، لان الكرا كان اخر الشهر كانت خصني نعطي الدار الكرا لما ليها، وانت ما غتبقاش تسكن في ديك الدار، وحنا تخصنا الدار كبيره، وحنا تخصنا وانا جريت وتجاريت. اكيد جرات وشفنا كل شيء بعينينا، كيفاش هزت الحيل من دار حتى لدار، وديك الدار ما قداتهاش، وهزات كل شيء عاوتاني ومشات وقلبت على دار اخرى وخدات هذيك الدار. هذيك
قالت له انا ما كاين حتى شي مشكل، هاد الدار راني صبقت فيها عطيت فيها ومازال كيتسني فيها قيمه كبيره، الا بغيتي ندخلوا شركاء انا وياك نقسموها في الجوج ونخلصوا مجموعين داكشي اللي بقى. لبنى انا ضد هاد الفكره هادي. الدار النهار الاول شريتيها ودرتيها بالاسم ديال بنتك زينب، جيتي فرحانه وهزه السوارت وكتقولي لها زينب هادي الدار دارك، انا شريتها لك وما غاديش نكتبها لا في سميتي ولا في سميت حتى شي واحد، غادي نكتبها في سميت زنوبه. وكذلك الذهب ما عمرها غتبيعو وغتخليه لبنتها زنوبه، من بعد ما يغيب الوجه ديالها غادي تصيبو زنوبه وغادي تعيش به، ولا المهم ديال زنوبه بنتها. قال لا ما قلتي عيب، انا الدار انا وياك نشاركوها في النص ونقسموها. علاش؟ انا ما متفقاش معك. السيده كدات اجتهدات درت اللايفات درت فيديوهات جرات وتجارات، كانت بوحدها كانت تتخلص لك المحامي لا في زنا المحارم، لانه هي ما عندها حتى دخل في زنا المحارم وكانت تتخلص المحاميين. محامي كذلك كانت تتخلصوا في الاتجاه في البشر. شحال ديال القضايا اللي ديالها واللي ماشي ديالها هي اللي كانت تتخلص المحامي، هي اللي كانت تصرف عليك وانت في المحكمة في السجن، هي اللي كانت تصرف على بناتك وانت في السجن، هي اللي كانت كاريه الدار وكتخلص الكرا. المهم كانت من جميع مكان وتعيين كانت لبنى هي اللي قايمه بكل شيء. الا جينا نتحاسبوا ولا تحاسب معك راه غتحاسب معك على كل شيء، ولكن هي ما تحاسباتش معك. وهاد الدار كتبتها في سميت بنتك، راه من الصلب ديالك، ما كتبتهاش في سميتها او كتبتها في شي سميت واحده اخرى. فعاود ما تقول لها الله يجازيك بخير، الله يعمل لك هكذا يكونوا بنات الناس وهكذا يكونوا سميتو، انا خليتك حاضيه لي وليداتي وحاضيه لي هذا وجمعتي وعملتي وكافحتي وجريتي وهذا وخديتي الدار. جالسة تجازيها وتقول لها من أين لك هذا وعلاش وكيفاش، وأنا أنا صبعي تما حشومة وعيب. بغيتي تشارك معها دار خلي ديك الدار في سميت بنتها ونوض تشري وحده دار وحده اخرى وتشركها هي وياك، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن باش تحطمها هكذا وتحقر عليها هذا راه كيتسمى الحقره، هادي حقرتي عليها وبزاف. لبنى مسكينه بقات مصدومه، مجبرت ما تقول مجبرت ما دير، كتشوف راسها الا تزايدت هي وياه غادي يوصلوا للطلاق والفراق، وهي ما قاده على الطلاق، ما قاده على مشاكل، ما قاده على هذا. ما فهمناش هاد لبنى شنو علاش هادشي كله دايراه وعلاش هادشي كله صابره عليه. راه ملي خرجتي وهي واقفه تراسه، واقفه في الكوزينه، واقفه في الدار كتجمع كتخمل، ما عندهاش حتى مساعده، على الاقل جيب لها مساعده. جبتي وليداتك جالسين معاها، العائله دائما معك، وهي اللي واقفه وتجري وتجارى، بحيث حتى الوقت باش دير فيديوهات ما بقاش عندها الوقت باش دير لا لايفات ولا فيديوهات، قليل فاش تشوفوها خرجت دير لايف او فيديو. هذا هو الجزاء ديالها من بعد ما هادشي كله مرمطتي بها الارض كيف ما تنقولوا. لا عيب وحشومه عليك بكريشه، خاصك تراجع الاوراق ديالك وخاصك تراجع نفسك. هذيك بنت الناس ما دارت معك غير الخير، وكل خير لا معك ولا مع اوليداتك. ايوا قالك اللي غلب تيعف. شحال من وحدين خرجوا تيقولوا بان الدار ما بقاتش فيها بزاف، لان سورتو فاس ولا في النواحي يبيعوا بحال دابا بالقرجه
وتتبقى شي حاجه قليله بحال 5 المليون 6 7 حتى ل 10 المليون تيعطيوها طريطات ولا شركات كل شهر كتخلص مليون او مليون ونص على كل واحد على قدر المستطاع ديالو. اذا ما بقاش بزاف في ديك الدار، ما كنظنش غادي تكون شرات دفعات النص وخلات النص كله كريدي. لبنى اما غادي تكون شرات الدار كامله بالفلوس، او غادي تكون باقيه لها شي حاجه قليله اللي غادي تخلصها. علاش غادي يدخل معاها بكريشه بالنص؟ علاش؟ هذا هو السؤال. اخوان جاوبوني على هذا السؤال، واش نتوما مع او ضد لبنى؟ واش مع او ضد بكريشه؟ واش هادشي اللي دار بكريشه واش عنده الحق ولا ما عندوش؟ انا كنظن ما عندوش الحق يدير معاه هادشي كله، وربي رافق منا وما كيبغيش الانسان اللي كيظلم. انا كنشوف انه كيدوز بها الوقت وصافي. ما عرفت واش متفق مع بناته، واش متفق مع عائلته، واش ما باغين هاد السيده هادي يحطموها ويحقروها هكذا. هادشي ما بغاه لا الله ولا عبده. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوناش من التعاليق ديالكم، ما تنساوناش من اللايكات، وكذلك اللي عجبوا المحتوى ودخل القناة وعجبوا المحتوى يتشارك معنا فضلا وليس أمرا. مع ألف ألف سلام.